بانتظار صافرة حكم المباراة الكابتن أحمد جمعة حبيب. هذا الحكم من مواليد 1989. انطلقت صافرته لتعلن عن ضربة البداية لنادي نوروز بالقميص الأحمر على يمين الشاشة، بينما أصحاب الأرض نادي زاخو يلعب بالقميص الأبيض على يسار الشاشة. من هنالك نقلت عن طريق أمجد وليد. طبعا نادي زاخو دخل اليوم بحراسة المرمى محمد شاكر، في خط الظهر أركان أمير، هيلو مونتيرو وكايك أوليفيرا وأمجد وليد. في المقدمة ياسر قاسم مع لوكاس سانتوس وسفيان جميل. في المقدمة فرانك سيدريك وعمار عبد الحسين وبرونو أوليفيرا بقيادة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل. بينما نادي نوروز دخل بحراسة المرمى أحمد مهان، في خط الظهر محمد دالاور وديار إياخي ومحمد عبد الحسين وهلمت عادل. في خط الوسط يلعب ريكان رازقار وهاروي أنور وأحمد محمد. في المقدمة السرسم ديار علي وبهاء الدين بكر بقيادة المدرب ولي كريم. هذه هي تشكيلة الفريقان في المباراة الأولى في افتتاح الجولة الأولى من دورنا الدوري العراقي الممتاز لموسم 2021-2022، حصريا عبر قناة شباب سبورت HD 1. تنقل في خط الوسط ليبحث عن مساحات ليرسل كرة لخطوط الأمام. هيلو مونتيرو أمامية، من هنالك على الجهة اليسرى يبحث عن مساحة، لكنها يبدو كانت هنالك راية من المساعد الأول ياسر هاشم، الذي أشار من هنالك بحالة تسلل على برونو، وبالتالي جاءت الصافرة من حكم مباراة أحمد جمعة حبيب لتشير بحالة تسلل، وبالتالي خطأ للدفاعات الحمراء. هنالك عن طريق ديار إياخي يقف على تنفيذ المخالفة، ينظر للزملاء من أجل إرسال الكرات الطويلة، يبحث في أولى الدقائق عن الكرات التي ممكن أن تسنح لهم بإنشاء وصناعة أول أهداف. ياسر قاسم بعد عودة وانقطاع لفترة في آخر رحلات، طبعا الموسم الماضي في بدايته لعب لنادي أربيل، لكن لم يحالفه الحظ ولم يكمل المشوار، بل عاد للملاعب الأوروبية من أجل الاستعداد، ثم عودة كامل الجاهزية لياسر قاسم، ومن ثم التوقيع في بداية هذا الموسم. هذه كرة ترسل، لكن أحمد موحان يخرج من مرماه ويغلق الطريق. نعم، عند أحمد موحان الحارس الذي كان له أيضا جزء وفضل كبير في الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى للتأهل مع نادي نوروز. هنالك ترسل في خط الظهر على الجبهة اليمنى محمد أمامية، لكنها تستقطع من أمجد وليد الظهير الأيسر في صفوف نادي زاخو، مثل الشباب المنتخب الوطني في كأس العالم. من هنالك ترسل أمامية، لكن الاستحضار حاضر، وبرونو ليما دائما ما يقوم، أو هذا هيليو مونتيرو بالقميص 4 هو الذي قطع كورته وتحصل على خطأ. البرازيلي في دفاعات نادي زاخو تحضر، ثم ترسل على الجبهة اليمنى. من هنالك استعادة الكرات، برونو أوليفيرا لهيليو مونتيرو، ثم مونتيرو في الإرسال الأمام، هذه خطيرة ترسل عن طريق الكاميروني، لكنها استقطعت سريعا. فرانك سيدريك بالقميص 99 المهاجم الكاميروني في صفوف نادي زاخو في خط الوسط. ترسل ريكان رازقار يسيطر على كورته، ينقلها بسلام، لكن هنالك هاوري أنور بحث عن خطأ، لكن حكم مباراة لا يشير بأي شيء. سرعان ما تعود في خط الظهر على برونو أوليفيرا، لكنها أمامية بأحضان الحارس أحمد موحان. أحمد موحان الذي جاء من صلاح الدين لنادي نوروز من محافظة السليمانية. اليوم مباراة منتظرة على مستوى جماهير الإقليم ما بين زاخو ونوروز، وتطلعات حاضرة ورغبة الانتصار لدى الفريقان من أجل افتتاح الجولة الأولى والحصول على أول 3 نقاط. يبدأ الموسم، وهذه كرة تقطع لكن تصل بأمان للحارس أحمد موحان صاحب 34 سنة من مواليد 1987. بدأ مشوار الكرة بالفئات العمرية مع نادي الزوراء، لكن جاء قبل موسم
لنادي نوروز من صلاح الدين، وبالتالي شرف وكان له الفضل بأن يضع أقدامه لأول مرة في التاريخ نادي نوروز في الدوري الممتاز. هنالك محمد يرسلها لهاوري أنور بالقميص 7، لكن يبدو لي حكم المباراة أشار بخطأ. هنالك الصافرة وإعادة تنفيذ التماس. حتى الآن في ظل 5 دقائق لعب، هدوء يسيطر على ملعب زاخو. هذا الملعب حقيقة الذي يحتضن ل20,000 متفرج، افتتح في عام 2015 بمباراة جمعت نادي زاخو بمواجهة منتخبنا الوطني. الكرة هي تماس لمحمد داولر الذي يعودها، لكن أمجد وليد في القطع ظهير الأيسر، وراية المساعد الثاني حاضرة صفا جاسم ب 31 سنة من مواليد 1990، خريج تربية رياضية للجامعة المستنصرية، حكم دوري درجة أولى من محافظة بغداد. تستقطع، لكن أيضا أبناء نوروز يقطعون الكرة ثم تعود ديار علي المهاجم، وثم ريكان يتحضر بكرة يأتي منها هيلمت الذي يحضر ويأتي بالعرضية خطير. أول الكرات لنادي نوروز التي تشن عن طريق القادم من الخلف المدافع الأيسر هيلمت عادل، لكن محمد شاكر كان بسهولة. ثم القطع والعودة محمد عبد الحسين، تحضير من هنالك، لكن الدفاع يستقطع والتسديد لكنها سهلة بأحضان أحمد محان. أول المحاولات الحقيقية، أول المبادرات التي خارج منطقة العمليات، سدد ولكنها جاءت بأحضان أحمد محان. ومن أحمد أمامية تعود ومن هنالك التحضير بالرأس، تستقطع على الجهة اليمنى عن طريق برونو أوليفير، تحضير ثم القدوم بكرة لخطوط الأمام، يبحث عن مساندة. أبناء نوروز يسيطرون على الكرة. هيلمت عادل المدافع اليساري صاحب العرضية السابقة في اللقطة الماضية، يعود للدفاع محمد عبد الحسين بدورة يرسلها أمامية طويلة على بهاء الدين بكر بالقميص 11، جاحي الأيسر لأبناء المدرب ولي كريم. من هنالك عن طريق أمجد وليد، هدوء يسيطر على الأجواء والفريقان يلعبا بكل هدوء. دقيقة 8، خطأ يأتي بصافرة الحكم أحمد جمعة حبيب صاحب 32 سنة من مواليد 1989، يعمل كنقيب في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية. من محافظة بغداد، حكم دوري درجة أولى. من هنالك أمجد وليد، تصل كرته عن طريق برونو، يأتي بالتحضير، هنالك التقدم لكن تغطية حاضر عن طريق محمد عبد الحسين بالقميص 4، يقطع الطريق ويأتي بكرته، أو هذا ديار ياخي الكابتن بالقميص 6 في اللقطة الماضية، قائد أبناء نوروز ديار ياخي بالقميص 6 أمام التدخل من هنالك الكاميروني في مرور ممتاز والدخول في منطقة العمليات، لكن محمد داولر لا زال يسيطر على كرته، قطعت لأبناء زاخو، لكن يبدو لي هنالك خطأ وبالتالي مخالفة لدفاعات نوروز. طريق ديار ياخي القائد الواضح أمامنا بالصورة في حوار مع حكم المباراة، حضر كرته وبالتالي ينتظر إرسال الكرات الطويلة. أول 9 دقائق حتى الآن لم نشاهد الفرص الحقيقية لدى الفريقان، الكرة أكثر ما تكون في وسط الميدان وعلى الأطراف، لكن لم نشاهد الفرصة الحقيقية لدى الفريقان. تستحضر من هنالك على الجبهة اليمنى، مشروع المرور لأسو رستم، لكن قطعت من أمامه لأمجد وليد. تماس حاضر عن طريق محمد داولر القميص 2 المدافع الأيمن في صفوف نوروز، تحضير يأتي عن طريق ديار علي مهاجم الذي عجز في خطوط المقدمة، لم تصل له الإمدادات حتى الآن، لذلك اضطر بأن يأتي على الأطراف ولخطوط الوسط من أجل استقبال كرات صافرة وخطأ. أخطاء متكررة، صافرات متعددة، وبالتالي خطأ. وأمجد وليد يقوم بإعادة الكرة لخط الظهر، ترسل أمامية، لكن الحكم ماذا أشار؟ يبدو لي إعادة الكرة من مكان المخالفة. هيليو مونتيرو البرازيلي ابن السيليساو يحضر كرته لأمجد.
أمجد يأتي بعرضية في منطقة العمليات، يبحث عن سيدريك، وسيدريك الكاميروني عادها بدورة لخط الوسط. أحمد محمد، هنالك انطلاق لديار ولكن يتعرض لخطأ. هاوري وبطاقة صفراء في المباراة، أول بطاقة في اللقاء يشيرها حكم المباراة أحمد جمعة حبيب. بالسلامة لهاوري أنور، يشكو إصابة، يسقط على أرضية الملعب في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول. دخول معالجي نادي نوروز، نعم، من أجل إسعاف هاوري أنور الذي يشكو من إصابة. أيوب علي معالج نادي نوروز يأتي من أجل تقديم الإسعافات الأولية. نادي نوروز الذي تصدر المجموعة الأولى في دوري المجموعات بالنسبة للموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، متصدرا بفارق نقطة عن نادي عفك، حيث واجه في المباراة النهائية نادي الصناعة، لكنه خسر نوروز أمام الصناعة بهدف وحل وصيفا لدوري الدرجة الأولى. لكن اليوم يطمح وكل الطموح بقيادة مدربه ولي كريم الذي مثل كل المنتخبات الوطنية من الأشبال مرورا بالمنتخب الوطني، لكن على مستوى المنتخب الوطني لعب مباراة واحدة فقط في على ملعب الشعب الدولي أمام المنتخب الهندي في عام 1997، المباراة الوحيدة التي لعبها المدرب ولي كريم مع منتخب العراق الوطني. لكن على مستوى منتخب الشباب لعب كأس العالم في السعودية عام 89 وسجل هدفين على المنتخب الأمريكي وعلى منتخب إسباني. من هنالك ترسل على الجبهة اليسرى، وليد ينتظر يترقب أول الكرات التي يبحثون من خلالها عن مساحات لكي يتسلل بكرته صوب دفاعات نوروز المتكتلة حقيقة والمنضبطة حتى الآن، غالقة كل المساحات. برونو أوليفيرا البرازيلي الآخر يرسل كرة طويلة، من هنالك تحضر على الجبهة اليمنى، تأتي بالعرضية لكن الاستحضار من سيدريك ولكنها بالمباشر. فرانك سيدريك القميص 99 مهاجم الكاميروني في صفوف نادي زاخو. سيدريك الذي جاء من الدوري التونسي، 26 سنة. هذا المهاجم الأسمراني يطمح بأن يكون إضافة قوية هذا الموسم لأبناء الخابور. أمامية أرسلت من أحمد موحان، وأحمد كرة استعادت عن طريق خط الوسط في الاستقبال. هاوري أنور يبحث عن مخالفة، فجاءت الصافرة عن طريق أحمد جمعة حبيب، وبالتالي دائما الكرات عن طريق القائم. ديار ياخي هنالك أرسلت أمامية، هذه تحضر كرة خطيرة للفريق الأحمر، يحضر نوروز، يبدأ بمحاولات الأولى، جاءت عن طريق بيار، ومن هنالك خطيرة ترسل، لا زالت خطرة للفريق الأحمر تحضر، لكن نوروز يبادر في أول كرات أحمد ولكنها مرت كرة أحمد محمد بالقميص 25 بأول محاولة، بأول إحراز لدفاعات نادي زاخو بكرات الفريق الأحمر نوروز القادم من محافظة السليمانية، ديربي إقليم كردستان بافتتاح دورينا. من هنالك أرسلت أمامية، فرانك سيدريك الكاميروني ينطلق لكن كرته كانت أسرع منه. سرعان ما تأتي راية المساعد الأول ياسر هاشم، 38 سنة، مواليد 83، تربية رياضية جامعة المستنصرية من محافظة بغداد. أرسلت من هنالك، لا زالت بيضاء، زاخو بردة فعل حاضرة ويأتي الخطأ، لكن الحكم أتى بالاستمرار وطالب بخطأ، لكن الحكم أتى باستمرار اللعب. طريق من؟ عمار عبد الحسين مهاجم نادي الميناء السابق والذي أيضا مثل القيثارة، لكن في هذا الموسم يمثل نادي زاخو. ماذا يشير أحمد موحان؟ يهدي الأوضاع، يمتص ضغط نادي زاخو، يطلب اندفاع كل زملائه لخطوط الأمام من أجل إرسال الكرات الطويلة.
أحمد موحان بقدم كرة أمامية وعالية، تستبعد أم لا عن طريق من؟ مونتيرو قائد خط الظهر البرازيلي في صفوف دفاعات نادي زاخو. أمامية سيدريك الانطلاق الأسمراني، لكن هيلمت عادل المدافع الأيسر بالقميص 60 في ظل خروج أحمد موحان، لكن هيلمت من أجل تفادي الأخطاء وتأمين المساحة يعيد بكرته، وصلت لسيدريك، جاءت عن طريق برونو أوليفيرا مع سيدريك يعيد بكرته، برونو لسيدريك يعود لخط الظهر، الاستقبال حاضر عن طريق المرور للوكاس، لكنها تعود لخط الظهر مجددا طريق كايك، ومن كايك أمامية تستقطع عن طريق ريكان، وريكان بدورة يرسلها للأمام لبهاء، بهاء مع ريستوم يحضر كرته لديار علي، واحد أمام ثلاثة يسدد، ترتطم بالمدافع، تأتي بسهولة بأحضان الحارس محمد شاكر. محمد شاكر الذي مثل منتخب ناشئين العراق، لعب وبدأ مشواره مع نادي الزوراء، انتقل ثم لنادي بغداد، لكن قبل هذا الموسم مثل نادي زاخو واستمر من أجل الاستقرار. قدم موسم رائع حقيقة في الموسم الماضي من مواليد 96، حيث قاد شباك نادي زاخو في الموسم الماضي، والآن يكمل المهمة في حماية الخشبات الثلاث. تعود عند الدفاعات البيضاء، يبحثون عن مساحة من أجل الوصول شيئا فشيء لخطوط الأمام، وحتى الآن تقطع أمام كل المساحات. من هنالك عن طريق كايك أوليفيرا قطعت، عادت لهاوري أنور، هاوري يصلها من هنالك لأسو راستوم، يغير اتجاه، حركة لعب جميلة تنقل لبهاء الدين، لكنها كانت طويلة على بهاء الدين بكر ومرت إلى خارج أرض الملعب. بالتماس لدفاعات نادي زاخو، البحث عن مساحة، البحث عن مساحة حتى الآن لدى الفريقان، كل المساحات الخلفية مغلقة، ومن يا ترى يشق الطريق بنفسه؟ ياسر قاسم، ياسر قاسم الذي لعب لمنتخبنا الوطني، خصوصا قدم مستويات رائعة في كأس آسيا في 2015 تحت قيادة المدرب راضي شنيشن. العودة لمونتيرو، من مونتيرو تعود لخطوط الظهر عن طريق أركان، ومن أركان تعود لكايك، كايك يعيدها لخط الوسط، عادت لأركان، ومن أركان إلى مونتيرو، مونتيرو بيساره يريد تغيير الاتجاه لعمار عبد الحسين، لكن أمجد وليد سبق ولعب أيضا للقيثارة، يرسل بكورته لكنها ارتطمت بالمدافعين، كانت بعيدة عن طريق القائد ديار ياخي، لم يلحق بها، بل تحصل نادي زاخو على ضربة ركنية. كورنر، هنالك من سيقوم بتحضيرها، هل سيكون هذا برونو أوليفيرا البرازيلي الآخر في صفوف نادي زاخو؟ تحضير من الجهة البعيدة على يمين الحارس أحمد موحان، الحذر من الضربات الركنية. دائما ما نشاهد في الموسم الماضي هيليو مونتيرو يرتقي فوق الجميع، هذه كرة تحضر على القائم الأول، ترسل ولكنها أبعدت بالمباشر، لكنها أيضا من مهاجمي نادي زاخو، مرت بالمباشر إلى خارج أرض الملعب. حكم أشار بضربة مرمى، وبالتالي أحمد موحان حتى الآن الأمان، كل الأمان والأريحية لأحمد موحان ومحمد شاكر. يحضر كرته، يطلب اندفاع زملاء. دخلنا في الدقيقة 20 يا من تتابع شاشة قناة شباب سبورت HD1 في كل مكان. الكرة أمامية، ياسر قاسم في الإبعاد، تعود بالرأس عن طريق محمد عبد الحسين، تحضير لهاوري، ولكن هنالك خطأ أيضا في وسط الملعب، تنقل سريعة، أمجد وليد يعيدها لهيلو، مونتيرو أمامية وطويلة، البحث عن سادريك، ولكن سيدريك يعرفون تماما خطورته، لذلك هنالك خطأ، لذلك غلقوا أمام المساحة، ولكن هنالك خطأ قريب على منطقة العمليات بمسافة بسيطة
قريب على خط منطقة العمليات. ربما تكون الكرة الأخطر إذا استغلت. من يقوم بالتنفيذ؟ هيليو مونتيرو أو ياسر قاسم؟ ياسر قاسم صاحب 30 سنة من مواليد 1991، بدأ مشواره مع شباب توتنهام ثم برايتون في دوري الدرجة الثانية هنالك في الدوري الإنجليزي. أيضا مثل منتخبنا الوطني، لعب لأربيل بفترة قليلة، لكن الآن في بداية مهمته مع زاخو يقف على كرته مع 4 أو 5 لاعبين من نادي زاخو ينتظرون حائط الصد المتكون من 6 لاعبين من نادي نوروز، وبالتالي الانتظار كل الانتظار. أحمد موحان مع زملائه بانتظار تنفيذ الضربة الحرة لأبناء الخابور على أرضه، يريد إسعاد جماهيره. افتتاح ويقص شريط افتتاح الأهداف من هنالك. ياسر قاسم يتحضر مع برونو، أو هذا مونتيرو باليسار. ربما مونتيرو ابن سيليساو يعرفون تماما لعب الكرات الثابت هذه. تحضر ياسر قاسم، ياتي بالتسديد، يسدد، ولكن كرة على مرتين. عمار عبد الحسين، لكن ماذا يشير؟ ركلة جزاء لنادي زاخو بعد ارتطام الكرة بيد هاوري أنور بالقميص 7. نعم، الكرة الماضية الكرة ارتطمت بيد المدافع في اللقطة الماضية. ولاحظ الاحتجاج مع حكم مباراة أحمد جمعة حبيب، يشير بركلة جزاء. من يقوم بتنفيذها؟ هنالك الحوار. هاوري أنور بالقميص 7 هو من تسبب بركلة الجزاء. يأتي أول الأهداف لكي تزداد المباراة متعة وإثارة. تتحرك المياه التي ركدت طيلة 22 دقيقة. ندخل في الدقيقة 23 في شوط المباراة الأول. خلاص احتسبت ركلة الجزاء في ظل الاحتجاجات المستمرة من أبناء نوروز، لكن لا صوت يعلو سوى صافرة حكم مباراة أحمد جمعة. لوكاس سانتوس بالقميص 10 المدافع المهاجم، أو نعم المهاجم لوكاس سانتوس بالقميص 10 البرازيلي الآخر في صفوف نادي زاخو. مواجهة حقيقية أمام أحمد موحان. لوكاس برازيلي بيساره، لمن يا ترى ستكون الحكاية؟ بالأيادي لأحمد موحان، بالأقدام لسانتوس. لوكاس هل يأتي برقصة السامبا ويأتي بالخبر السار لنادي زاخو؟ لوكاس يتقدم، كرة جول. لوكاس سانتوس يأتي بأول الأهداف لأبناء الخابور ويحرك المياه الراكدة في الدقيقة 24 من شوط المباراة الأول. البرازيلي يأتي ويقص شريط افتتاح الأهداف بعد أن عجز الفريقان طيلة 24 دقيقة من علامة الجزاء. جاء الخبر السار لأبناء زاخو معلنا تقدم الفريق الأبيض أصحاب الأرض. بدأوا المباراة، وبالتالي ننتظر ردة الفعل لأبناء نوروز. لابد وأن تكون هنالك ردة فعل لأبناء ولي كريم. لكن عبد الوهاب بولهيل لاعب منتخبنا السابق والذي احترف في أصفهان، هنالك في إيران أصفهان وأيضا فولاد في الأندية الإيرانية. هذه كرة تحضر لكن عادت، وأيضا لعب لنادي الطلبة، وأخيرا جاء بموسم تدريبي مع نادي الأنصار اللبناني. بالمباشر جاء لنادي زاخو من أجل إشراف على التدريب. في الموسم الماضي تحصل على المركز التاسع في الترتيب العام لدورينا، وهذا الموسم يريد افتتاح الدوري بانتصار، يريد تحقيق ال3 نقاط. من هنالك أرسلت عن طريق عمار عبد الحسين، لكن من عمار بالمباشر إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى
وأحمد موحان الذي اهتزت شباكه قبل قليل عن طريق علامة ركلة الجزاء. كرة أمامية أرسلت، لكن التحضير عن طريق أركان أمير بالمباشر لمحمد شاكر. مونتيرو، ثم التحضير لأمجد وليد، يعيدها لمونتيرو. البرازيلي أصبح يلعب بثقة وبهدوء بعد تقدم فريق عمار عبد الحسين في حوار. تعود لياسر قاسم. ياسر اللي يعمل كرابط حقيقي ما بين خط الوسط والمهاجمين، حلقة وصل مميزة في خطوط الوسط لأبناء الزاخو من برونو أوليفيرا، عادت لفرانك سيدريك، وصلت عند دفاعات الحمراء. أصحاب القمصان الحمراء لابد وأن تكون لهم كلمة في مباراتهم الأولى في تاريخهم في الدوري الممتاز العراقي. بعد فترات ومحاولات طويلة نجحوا في التالي للوصول، وكتبوا أسماءهم بنعم إمكانيات بسيطة بأسماء محلية كلها من إقليم كردستان في دوري الدرجة الأولى. ضمنوا التأهل لدور الأضواء، والآن استقطبوا أسماء كثيرة ستمثل نادي نوروز في هذا الموسم، آمنين بتحقيق مستويات مطلوبة وتمركز في الوسط في المناطق الدافئة التي تضمن لهم البقاء. نعم، تصل بكرات ومحاولات مستمرة. ريكان يغير اتجاه كورته ثم مرور، لكن هنالك تدخل والحصول على خطأ. هيلمة عادل أمامية أرسلت. ديار يحاول دائما مع هاوري أنور، لكن البحث عن كرات السورستوم الذي دائما يبحث عن مساندة، لم يجد الإسناد القريب، فضل بإرسال كرات عرضية لكنها لم تجدي بثمر، لم تروي عطش أبناء نوروز. لا زال ظمآنا المهاجم ديار علي يبحث عن الكرات، لكن لم تصل له الإمدادات بالصورة المطلوبة، لم تأتي الكرات. ياسر قاسم في قطع أمام هاوري أنور، تعود لياسر الذي يحاول تهدئة الأوضاع. أوليفيرا يطلب بخطأ، لكن هيلمة عادل مدافع اليساري يقوم بعمل مميز. هذا اللاعب حقيقة على الجبهة اليسرى دائما ما يأتي بالإسناد الهجومي، لكن حكم المباراة أشار بخطأ. برونو أوليفيرا بالقميص 22 يسقط على أرضية الملعب، يشكو من إصابة. لاحظ أمامنا سيد عبد الوهاب أبو الهيل مدرب نادي زاخو، يأتي بتوجيهات، يريد الحفاظ على النتيجة ويطمع بتقديم أفضل المستويات وتسجيل ثاني الأهداف لكي يطمئن على النتيجة ويضمن 3 نقاط يفتتح من خلالها دورينا. نصل في الدقيقة 28، نصل ونقترب جيدا من النصف ساعة في شوط المباراة الأول. الحوار مع حكم المباراة أحمد جمعة، حيث بدأ مشوار التحكيمي هذا الحكم في عام 2005 في المدرسة التحكيمية التي أسسها الاتحاد في 2005. قاد أول مباراة في الدوري الممتاز في عام 2018 ما بين نفط الجنوب وبغداد. الموسم الماضي أدار 12 مباراة في دورينا كحكم ساحة. اليوم يفتتح دورينا في أول مباراة، هذه ترسل هنالك في خط الدفاع، ولكن بأمان. يأتي محمد شاك السو رستم مهاجم بالقميص 9 الذي لازال يحاول ويكثف كرات أكثر من يبرز في خطوط الأمام. السو رستم، لكن ديار اضطر بالذهاب على الجبهة اليمنى وأتى بأسو رستم كمهاجم. تغيير في المراكز، توجيهات ولي كريم مدرب نادي نوروز، حقق معهم الإنجاز بالتأهل ويريد أن يحقق معهم مستوى مطلوب. تعود لبرونو أوليفيرا، يتقدم من هنالك والإحثار حاضر. عرقل الحكم، يأتي بالاستفادة. عمار عبد الحسين يغير اتجاه. أمجد وليد المتقدم في هذه اللقطة، المندفع كثيرا، المدافع اليساري يريد المرور، لكن أمامه محمد دلاور بالقميص 2 يبعد، وبالتالي بذكاء يتحصل على خطأ من أمام أمجد وليد مدافع الأيسر في صفوف زاخو المتقدم والمندفع كثيرا. تعود لأحمد
ومن أحمد تعود للقائد ديار ياخي. ديار كرة أرسلت أمامية، عادت لهيليو مونتيرو. مونتيرو لأركان أمير. أركان يحضر كرته، يفضل إرسال الكرات الطويلة إلى سيدريك. ينطلق الكاميروني أمامية، البحث عن مساندة أم سيفضل المرور. يملك المهارة، يدخل الكاميروني. هنالك كرة عرضية ترسل، لكن كرة فرانك سيدريك سرعان ما تأتي تغطية المدافعين وتعود. هذا البرازيلي يتقدم صوب الأمام ثم يعود لأمجد ولي. من أمجد تغيير الاتجاه، هنالك تصل لسانتوس ثم أمجد يأتي بعرضية خطيرة. ياسر قاسم بالتحضير لكن بعيدة على سيدريك، ثم يسيطر عليها بالكعب. كانت قصيرة المدى وحضرت عن طريق بهاء الدين بكر. وصلت بخط الوسط، الانطلاقة السريعة، يأتي بإرسال طويل لبكر لكن لم تصل. سرعان ما تأتي تغطية المدافعين، بالتالي تعود ما بين سيدريك وياسر قاسم. يعود بدورة للبرازيلي هيلو مونتيرو. من مونتيرو إلى أمجد، ومن أمجد لمونتيرو مجددا. يسيطر على الأجواء في هذه الدقائق. البعد من ديار ياخي بالقميص 6، سقوط واحثار على أرضية الملعب. تحصل على خطأ ديار ياخي. القائد للقادمون من محافظة السليمانية نادي نوروز. وصلت لركان، من ركان تعود لديار ياخي. ديار يتقدم بكرته، يرسلها أمامية لديار علي بالقميص 10. لم يجد الحل، لم يمر من أمام البرازيلي هيليو مونتيرو. عمار عبد الحسين يغير اتجاه، كرة قطعت من أحمد محمد لكن الإبعاد عن طريق مونتيرو. أمامية وطويلة تبعد من محمد عبد الحسين. دوران حاضر عن طريق هاوري أنور بالقميص 7، ولكن ياسر قاسم بقوة البدن وتدخل أمام هاوري أنور بالقميص 7 الذي يتحصل على خطأ بوسط الميدان. يبحثون عن المخالفة من أجل الاستفادة. هل تستغل بإرسال الكرات الطويلة في أعماق دفاعات زاخو، آملين بأن تأتي بثمر بحال بفرصة حقيقية أولى تسجل ضمن مجريات وإحصائيات اللقاء. أمامية ترسلت هاوري بذكاء لهيلمة المتقدم المدافع الأيسر. يأتي بعرضية خطيرة ولكنها تستقطب بأحضان الحارس محمد شاكر. بأمان يرتقي فوق الجميع ويسيطر على كرته من محافظة ديالى. محمد شاكر بدأ مشواره مع الزوراء. هيليو مونتيرو، كرة أمامية، البحث عن سيدريكو سانتوس لكن أحمد موحان يصل لكرته. هو الأقرب بعد أن كانت رأسية ديار ياخي. تصل للقميص 4 محمد عبد الحسين. تعود سريعة من أصحاب القمصان البيضاء. ما بين هذا وذاك الكرات التي بدأت محتارة مع من ستتجه. غالبا ما تكون الكرات بالشكل الطويل تلعب، لكن مع كل هذا الهدوء، مع كل هذا الفقر الفني الذي يسيطر طيلة 34 دقيقة، استفاد من الأخطاء نادي زاخو وترجمها إلى هدف عبر لوكاس سانتوس بالقميص 10 من علامة الجزاء، وضحى بنجاح حيث من خلالها سجل أول الأهداف في المباراة. ترسل لإيسو راستوم بالقميص 9، يسدد لكن أيضا إلى خارج أرض الملعب. كرة عالية أرسلها فوق جبال زاخو، علت فوق المرتفعات، وبالتالي لم تأتي بثمر، لم تغير من نتيجة المباراة منذ الدقيقة 24. ندخل في الدقيقة 35، آخر 10 دقائق متبقية. يا من تتابع شاشة قناة شباب سبورت، الناقل الحصري لمجريات دورينا لهذا العام. أيضا تقام الآن هنالك في ملعب الساحر أحمد راضي بنفس الوقت مباراة نادي الكرخ بمواجهة نفط البصرة، وأيضا النفط بمواجهة نفط نيسان. بينما في الساعة 7 ديربي بغداد
اليوم في الساعة 7 في آخر مباريات اليوم، مباراة نادي الشرطة بمواجهة الطلاب، ديربي بغداد المنتظر. كان من المتوقع أن نراها ومن المنتظر على ملعب الحبيبية، لكن بأمور فنية منتظرة لم يتم الاستعداد والجاهزية، لم تكتمل الأمور، لذلك قرر الاتحاد بتغييرها ونقلها إلى ملعب الشعب، ملعب الشعب الدولي. نبقى في مباراتنا، نبقى في أجواء ملعب زاخو، الملعب الذي يحتضن لقاء الليلة، وأصحاب الأرض حتى الآن متفوقون، لكن تدخل حاضر وبطاقة صفراء في هذه الأثناء تحظر على برونو أوليفيرا. خطأ لنادي نوروز للمدافع الأيسر المتقدم، وبالتالي خطأ قريب على منطقة العمليات، أخطر من الكورنر. ركان رازقار بالقميص 14 يقف على كورته، يمنى النفس بأن تستثمر بخير الاستغلال من قبل مهاجمين الذي اندفعوا في خطوط المقدمة. نعم، كثافة عددية في منطقة العمليات، يبحث عن إرسال الكرات الراسية أمام حائط صد متكون من لاعبين، ينتظر إشارة اللعب، تأتي العرضية خطيرة ولكنها مرت بالمباشر بجوار القائم الأيمن على يمين الحارس محمد شاكر، اهتزت الشباك، لكن لا يمنون النفس بأن تكون الشباك الخارجية، يتمنون أبناء نوروز بأن تهتز الشباك الداخلية وأن تكون الكرة ما بين الخشبات الثلاث. محمد شاكر حتى الآن يحافظ على سلامة شباك، لكن بمجمل الشوط الأول حقيقة طيلة 37 دقيقة نشاهد هدوء لدى الفريقان، لم نشاهد الحماس، لم نشاهد سرعة تناقل الكرات، لم نشاهد الكرات المكثفة الحقيقية، لم نشاهد فرص ضائعة سانحة للتسجيل 100%، لكن الفريقان يبدو يلعبون بتحفظ عالي. هذا لا يريد نزيف النقاط، وهذا لا يريد أن تتسع الأهداف بفارق كبير، ومع حضور الهدوء يريدون اقتناص فرصة نادي نوروز للعودة في المباراة وتعديل الكف، لكن حتى الآن أبناء الخابور يحافظون على تقدمه. وهذا اللاعب بالقميص 7 هاوري أنور حقيقة يقدم أداء يذكر فيشكر طيلة 38 دقيقة بوسط ملعب أبناء نوروز. هاوري أنور لابست الكرة يده واحتسبت ركلة الجزاء، لكنه يقدم مباراة رائعة. وأيضا هذا بالقميص 60 هو هيلمت عادل، دائما ما أشاهده باندفاع عالي، مدافع الأيسر، أشاهده في مناطق خطوط المقدمة وشكل إضافة عددية، يأتي بالكرات العرضية، ما يقدم أداء حقيقة يذكر فيشكر بالنسبة لهذا اللاعب الواضح أمامنا بالصورة هيلمت عادل. يعود لمحمد عبد الحسين، وصلت للقائد ديار ياخي، ومن ديار أمامية وعالية أرسلت لكن دون جدوى ودون تغيير يذكر ودون خطورة تشكل على مرمى الحارس محمد شاكر. القميص 12 يحضر كورته، نصل ونقترب من الدقيقة 40، آخر 6 دقائق متبقية على خلاص شوط المباراة الأول. أتمنى أن يكون شوط المباراة الثاني مغاير، لأن الشوط المباراة الثاني يدعى شوط المدربين، فمباراة ما بين عبد الوهاب بولهيل، هذه كرة هنالك راية، هنالك راية والصافرة، ولعب الكرة بعد الصافرة يتوجب إعطاء الإنذار الشفهي والحوار. حكم مباراة أحمد جمعة تكلم مع المهاجم فرانك أو هذا كايك أوليفيرا الذي لعب الكرة ومرت إلى خارج أرض الملعب، لذلك رفعت الراية من المساعد الأول ياسر هاشم الذي إشار بحالة تسلل، عادت في وسط الملعب، تعود لبرونو أوليفيرا، من برونو مجددا يعيدها لخط الظهر، تصل لأركان، ومن أركان إلى هيليو مونتيرو لياسر قاسم، من أمامه تفقد الكرة، عادت عن طريق ريكان
وهذا أحمد لريكان، تناقل الكرات، ريكان مع هاوري في خط الوسط يبحثون عن خطأ. ماذا أشار حكم المباراة؟ أشار بمخالفة عكس ما كان يريد ديار علي بالقميص 10. الخطأ احتسب لنادي زاخو بوسط الدفاعات البيضاء. هيليو مونتيرو يرسل كرة، مونتيرو أمامية على الجهة اليمنى، تعود لبرونو أوليفيرا، برونو لسيدريك قريب من الكاميروني، وحضر كرة البرازيلي سانتوس صاحب الهدف يتعرض لتدخل وبالتالي يكسب خطأ ومخالفة من أمام محمد عبد الحسين بالقميص 4. مدافع في صفوف نوروز هو الذي كان في التدخل في اللقطة الماضية على صاحب الهدف البرازيلي لوكاس سانتوس بالقميص 10. يتحصل على خطأ دقيقة 41، يبحث جاهدا عن إضافة ثاني الأهداف، وبالتالي يندفع كل زملائه لخطوط المقدمة. تحضير على خط منطقة العمليات، هل يستفيد من الكرات الرأسية أمام أحمد موحان حارس المرمى؟ هذه كرة ترسل ولكن بذكاء أحمد موحان، كان يتوقع الكرة ترسل على خط منطقة العمليات لذلك تقدم، لكن ذكاء إرسال الكرات لعبها بظهر الحارس، لكن أيضا مرونة الحارس أحمد موحان تمكن من العودة سريعا وإبعادها إلى ضربة ركنية. هنالك على الجهة البعيدة القائم الأيمن للحارس أحمد موحان، ضربة ركنية لأبناء زاخو. انتظار كايك أوليفيرا، يرسل كرة أمامية على القائم الأول أحمد، لا زالت خطيرة لكن هناك يبدو لي تدخل، كسب خطأ من أحمد موحان، أيضا كان في الإبعاد في اللقطة الماضية، وتدخل الحاضر مع سقوط لاعبان على أرضية الميدان في اللقطة الماضية. تحصلوا من خلال دفاعات نوروز على خطأ حاضر. نقترب من نهاية الوقت الأصلي للشوط المباراة الأول، آخر أقل من 3 دقائق متبقية. ياسر قاسم بمباشر عادت لسيدريك، الانطلاق الكاميروني وحضر كرته لكن استبطأ سرعان ما غطى المساحة المدافع، عاد لأوليفيرا، برونو أوليفيرا، لكن تعود للدفاعات الحمراء وسيدريك يحصل عليها يسدد لكنها ترتطم بمحمد عبد الحسين وتعود حمراء. من هنا المرور، أوليفيرا لا زال يصر ويبقي على كرته لكن ريكان بقطع، ومن هنالك تعود عن طريق ديار ياخي، وصلت للجهة اليمنى أركان أمير، عد كرته لمحمد شاكر، أمامية طويلة ترسل من هنالك تصل لديار ياخي مع محمد دالاور، وأنا محمد لا زالت عند لاعبي خط الوسط، هنالك أيضا لاعب يسقط على أرضية الملعب. السلامة لأحمد محمد، ساقط على أرضية الملعب، يشكو من إصابة، لاعب خط وسط نادي نوروز يشكو من إصابة، والانتظار ماذا يشير حكم المباراة. بالسلامة لأحمد محمد، ربما سيشير للإسعافات. معالج نادي نوروز أيوب علي يدخل لأرضية الملعب من أجل تقديم الإسعافات الأولية لأحمد محمد في آخر دقيقة متبقية على الوقت الأصلي والحقيقي لشوط المباراة الأول. شوط أول حقيقة فقير فنيا، لم نشاهد فيه سرعة اللعب والحماس، ولم نشاهد الفرص الحقيقية المكثفة، فرص قليلة جدا مع شحيح للفرص الحقيقية، وبالتالي من علامة الجزاء تمكن نادي زاخو أحقية تقدمه حتى الآن منذ الدقيقة 24. السلامة، يبدو إصابة قوية
استوجبت تدخل الكادر الطبي لنادي نوروز. سلامة لأحمد محمد. نادي زاخو في الموسم الماضي في مركز حقيقة جيد، في المركز التاسع، مع أيضا عبد الوهاب بولهيل، لكن في الموسم الماضي غير أكثر من مدرب، في الأخير استقر مع عبد الوهاب أبو الهيل، بينما نادي نوروز في الاستقرار منذ الموسم الماضي مع السيد ولي كريم. أمامية ترسل ياسر قاسم في القطع والسيطرة على كورته أمام هاوري أنور، لكنها تعود أمجد وليد العائد في هذه اللقطة، تعود لمحمد عبد الحسين بدورة يعيدها لأحمد موحان، وأحمد بالمباشر أمامية. الوقت الأصلي خلاص انتهى، ندخل في الوقت بدل من ضاع. عادت لخط الوسط ياسر قاسم، يأتي لبرونو أوليفيرا، أمامية لسيدريك، سيدريك يتحصل على خطأ بعد الدفع الحاضر من هيلمة عادل القميص 60 المدافع الأيسر. هذا الخطأ لفرانك سيدريك مهاجم الكاميرون، خطأ لبرونو أوليفيرا البرازيلي بالقميص 22 يقف على كورته. حائط صد متكون من لاعب واحد، ريكان رازقار بالقميص 14 يحضر كورته. ياسر قاسم يتقدم للأمام، يحضرها على الجبهة اليمنى، يريد المرور، يأتي بعرضية ترسل هذه لكنها بالمباشر إلى خارج أرض الملعب، بعيدة كل البعد عن عمار وعن لوكاس سانتوس، وبالتالي مرت إلى خارج أرض الملعب. أيضا بعيدة على كايك أوليفيرا اللي كان متقدم في هذه اللقطة بالقميص 29 البرازيلي الآخر، وهو رابع برازيلي في صفوف وتشكيلة نادي زاخو. برونو أوليفيرا، لوكاس سانتوس، هيلو مونتيرو، كايك أوليفيرا، 4 لاعبين برازيليين حقيقة يلعبون مع نادي زاخو وفي التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم. أمامية ترسل عمار في محاولات مستمرة لكن تغلق أمام المساحات حتى الآن. صافرة طريق أحمد جمعة حبيب يشير بخطأ لنادي زاخو. دخلنا في الدقيقة 48، ربما الكرة الأخيرة في شوط المباراة الأول، ونأمل ونتمنى بأن يكون شوط المباراة الثاني أفضل وأكثر حيوية، أكثر رغبة لدى الفريقان بالتقدم لخطوط الأمام. هذه ترسل سيدريك لكنها أبعدت إلى خارج أرض الملعب، أو هي بالمباشر من سيدريك أو ماذا يدور هنالك. يبدو لي الحكم أشار بإعادة تنفيذ الخطأ. هيليو مونتيرو يقف على كورته والحكم يشير بأن اللعب على الصافرة بأخذ القرار، يعيد بكورته على الجهة اليمنى. برونو أوليفيرا يحضر لسيدريك، سيدريك بالكعب، ترسل أمامية، سانتوس يأتي لكن ماذا يشير هنالك حكم المباراة. إذن هكذا مشاهدينا متابعي شاشة قناة شباب سبورت جاءت صافرة الحكم أحمد جمعة معلن نهاية الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف مقابل لا شيء لنادي نوروز. لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة مجددا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي شاشة قناة شباب سبورت HD1 في كل مكان، هذه عودة لاستكمال مجريات الشوط الثاني بعد نهاية شوط المباراة الأول بتقدم نادي زاخو بهدف دقيقة 24 من علامة ركلة الجزاء عن طريق لوكاس سانتوس مقابل لا شيء بالنسبة لنادي نوروز. الشوط الثاني وانتظار صافرته عن طريق حكم المباراة أحمد جمعة لمن طريق نادي زاخو، ونادي نوروز يدخل شوط المباراة الثاني يريد أن يقدم صورة مغايرة على عكس ما كان في شوط المباراة الأول. حقيقة شوط المباراة الأول لم يكون في تلك
المستويات التي كانت منتظرة لدى عشاق وجماهير الفريقان. لذلك مطالبة بالاندفاع لخطوط الأمام وتقديم كل ما بجعبة اللاعبين. أرسلت الكرة الأولى أمامية لكنها مرت إلى خارج أرض الملعب. تماس لنادي زاخو على الجهة اليسرى عن طريق أركان أمير. أركان يريد إرسال الكرات الطويلة على شكل العرضية، من هنالك تحضر لوكاس لكن لم تصل إلى سيدريك. ماذا أشار حكم ورعد؟ هنالك تدخل واحثار مع بطاقة صف. بطاقة تشهر هذه المرة. بطاقة يبدو، نعم، بطاقة صفراء على من؟ بطاقة يبدو على أسو رستم بالقميص 9. نعم، بعد تدخل في اللقطة الماضية على أركان أمير ليسقط على أرضية الملعب ويشكو من إصابة. بطاقة صفراء على أسو رستم بالقميص 9. خطأ ومخالفة لنادي زاخو. هل يستفيد من الأخطاء بوقت مبكر؟ يقوم بالتنفيذ لكايك أوليفيرا برازيلي يأتي بالتقدم، يسدد مباشر، كرة تستبعد من المدافعين، تعود لهاوري أنور بالقميص 7. العائد من أجل التغطية الدفاعية وإبعاد الكرات القادمة بالراس من أمجد وليد كانت قصيرة. أحمد محمد يرسلها من هنالك لبهاء الدين. بهاء في محاولة المرور لكن قطعت من أمامه وتحصل على خطأ ومخالفة. خطأ وحوار في اللقطة الماضية. نوروز في وسط الملعب. يجب الاحتمال والاستفادة من الكرات الثابتة التي حقيقة تشهر وتحذر بشكل مستمر، لكن لحد الآن لم تستغل بالنسبة لنادي نوروز. ومن هنالك هاوري أنور، حوار مع المساعد الثاني صفا جاسم. ماذا يريد؟ مطالبة يبدو لي يريد بإشهار البطاقة، لكن الحكم اكتفى بإشارة الخطأ بالنسبة لنادي نوروز. طاقم تحكيمي من محافظة بغداد، حكم مباراة أحمد جمعة، يساعده ياسر هاشم وصفا جاسم، بينما الحكم الرابع أحمد محمد عسكر 27 سنة، تربية رياضية نينوى. عفوا، الحكم ومساعديه للجانبين من بغداد، بينما الحكم الرابع من نينوى ومقيم الحكام من أربيل سيروان سلمان. ترسل كرة أمامية، هذه تلعب ولكن الإبعاد حاضر عن طريق محمد شاكر بلقطة استعراضية، وإبعاد الكرة على طريقة الطيران، ومن ثم تعود لا زالت حمراء في منطقة التقدم للإبحاث والبحث جاهدا عن طريق أسو رستم. يبحث جاهدا عن كرة تؤمن له التسجيل، يبحث جاهدا في الكرات من مسافات بعيدة. أسو رستم الذي تحدث عنه في شوط المباراة الأول قدم الأداء اللي يليق باسم أسو رستم طالما في المباريات التي كانت في السابق هي دوري الدرجة الأولى، والآن يطمح بأن يكون أيضا خط المقدمة مؤثر، ودائما ما يأتي بالحل، دائما ما يأتي بالفرحة لعشاقه. من هنالك الانطلاق، لوكاس يبحث، سانتوس يأتي بالعرضية، تحضر أمجد وليد يسيطر على كورته في خط الوسط، يضطر بالعودة نظرا لسرعة تمركز المدافعين والكثافة العددية. هذا أسو رستم يعيد بكورته من هنالك عن طريق هيلمت عادل مدافع اليساري، يتعرض لخطأ بعد أن يتعرض لإحثار ويكسب الخطأ. من هنالك على الجهة اليسرى هاوري أنور، هاوري مع أسو، هذا الثنائي، كرة تحضر ديار لكن بعيدة، لم تشكل أي خطر ولم تأتي بالخبر المنتظر بالنسبة للمدرب ولكريم. محمد شاكر يرسلها لهيلو مونتيرو، مونتيرو أمامية، سانتوس عيدها من هنالك عن طريق كايك أوليفيرا،
لكن كرة كايك ارتطمت ب أحد لاعبي نادي نوروز فمرت إلى رمية جانبية أمامية ترسل من كايك تستبعد. محمد إلى أحمد، يعود للقائد ديار ياخي قائد نوروز، حضر كرته، هذه كرة خطيرة تستقطع، إرسال عمار في الانطلاقة ولكن السقوط حاضر والعرقلة حاضرة، وبالتالي خطأ ياخي يتحصل على بطاقة. ديار ياخي في حوار واحتراف من لاعبي نوروز، ماذا سيشير أحمد جمعة وماذا سيشهر حتى ثار غضب لاعبي نوروز وتدخل المستمر؟ ماذا سيقرر؟ أي بطاقة سيشهر، حمراء أم صفراء، حتى ثار غضب لاعبي نادي نوروز؟ وهذا الاحتجاج والاحتراض المستمر. أوه لا 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 لا, لا. هذا ما كنت وما كان لم ينتظره عشاق نادي نوروز، بطاقة حمراء تشهر عند الدقيقة 51. زاد الحمل تعلاوة، المثل العراقي يقول زاد الحمل تعلاوة، متأخر بهدف ويبدأ شوط المباراة الثاني طرد للقائد، طرد للقائد ياخي. ديار ياخي يتلقى البطاقة الحمراء. الآن سيلعب نادي نوروز منقوص العدد ب10 لاعبين. ازدادت الأمور تعقيد بالنسبة للمدرب ولي كريم. نعم، ديار ياخي بعد عرقلة وإيقاف للكرة الماضية تلقى البطاقة الحمراء، وبالتالي يترك زملاء يعقد الأمور في هذه البطاقة. هل يستفاد نادي زاخو من هذا النقص العددي ويضيف مزيدا من الأهداف، أم أن نيروز سيضطر بالعودة لخطوط الظهر ويلعب بحذر ومن ثم يلعب بسلاح المرتدات؟ أحمد موحان في حوار أيضا مع حكم مباراة الذي يأتي بالمسافة القانونية. لا ينفع العطار ما أفسده الدهر، لا ينفع الحوار والاحتجاج، هكذا اتخذت الأمور، وأشار بالبطاقة الحمراء. خلاص حسمت الأمور، بطاقة حمراء وخطأ لنادي زاخو، فالاحتجاج المستمر لا يجدي بثمر بالنسبة للاعبي نادي نوروز. لذلك نعم، أخذ المسافة القانونية ويأتي بحائط صد متكون من أكثر من 4 لاعبين. خطأ فرانك سيدريك بالقميص 99 مع هيليو مونتيرو البرازيلي مع الكاميروني، خليط ما بين الكاميرون والبرازيل، ويشكل اللون الأبيض لنادي زاخو من أجل إضافة ثاني الأهداف وتعميق جراحات نادي نوروز. من يقوم بالتنفيذ؟ سيدريك يتقدم يسدد، لكن ترتطم بحائط الصد. سرعان ما تعود الذي نال إشارة القيادة الآن هاوري أنور، لعب النشط حقيقة في خط الوسط، ترسل لسانتو صاحب الهدف يسدد، ولكن سهلة بأحضان الحارس أحمد موحان. أحمد موحان يسيطر على كرته، يحاول يهدي الأوضاع، يمتص ضغط لاعبي نادي زاخو، يطلب تقدم لاعبي لخطوط الأمام حتى يقوم بإرسال الكرات الطويلة. بعدين كان يفكر بالاندفاع نادي نوروز وإعادة الكفة، جاءت لهم التي لم تكن بالحسبان، البطاقة الحمراء، وهي ما عقدت الأمور. محمد في الجهة اليمنى يعيد بكرته مع أسو، عادت لمحمد، يأتي بالعرضية، ترسل أمامية من هنالك. هذه خطيرة، كادت أن تباغت الحارس محمد شاكر، لكن بذكاء وبصحوة مبكرة لمحمد شاكر بإبعاد وإنقاذ مرمى من كرة هدف حقيقية، وهي الأخطر بالنسبة لنوروز في شوط المباراة الثاني. أسو يحاول التسديد، هذه كرة تلعب، لا زالت خطرة ومحاولة مستمرة. جول
رغم النقص العددي. نوروز وعن طريق السو رستم يأتي بالخبر السار ويعيد المياه إلى مجاريها، يعيد الكفة، يأتي بهدف التعادل بالنسبة لنيروز السو رستم. لكن ماذا يريد أبناء زاخو؟ ماذا يريد أبناء زاخو؟ الهدف احتسب من المراقب، من المساعد الأول ياسر هاشم. هل الكرة تجاوزت أم لم تتجاوز؟ تبقى مع الطاقم التحكيمي وننتظر هل هنالك أمور أو لا. احتسب الهدف، خلاص اتخذت الأمور. مع بطاقة صفراء على من؟ نظرا للاحتجاج. بطاقة صفراء على أركان أمير نظرا للاحتجاج في اللقطة الماضية والحوار مع المساعد الأول ياسر هاشم. هذا الواضح أمامنا بالصورة. السو رستم اللي تحدثت عنه وقلت أخطر اللاعبين بالنسبة لخطوط المقدمة جاء بالهدف. لكن لو تلاحظ كرة الهدف محمد شاكر بمرونة عالية وبتصدي لأكثر من مرة على مرتين، لكن إصرار لاعبي نوروز بمتابعة الكرة وتسجيل الهدف. هدف التعادل. مباراة حقيقة الشوط المباراة الأول كان مكتمل الصفوف. نوروز لم يسجل. الآن بعد البطاقة الحمراء والنقص العددي لا يهم، لا يهم، يضمد جراحاته وينهض وينفض غبار التعب ويزيح كل الهموم مع تغيير حاضر لنادي نوروز. تغيير حاضر يترك المباراة بهاء الدين، يترك المباراة بهاء الدين، ومن يأتي هو علي محمد. وأيضا الاشتراك الحاضر التغيير الآخر عن طريق مصطفى عبد الله يشترك كبديل علي محمد. وهذه كرة ترسل لنادي زاخو، التحضير ثم الاستقطاب. سيطر على كرة عمار عبد الحسين، عادت لأمجد وليد، ومن أمجد من هنالك برونو أوليفيرا لسيدريك مجددا مع هيلمت عادل. هيلمت في الإبعاد الذي يريد إعادة كرته، لكن تعود لياسر قاسم يعيدها بدورة لخطوط الظهر. هنالك التحضير والدوران لأمجد وليد الذي يقدم حقيقة مستوى طيب. عادت لأركان أمير، مطالبة بخطأ. نعم أتت الصافرة، خطأ ومخالفة لأبناء زاخو. خطأ لأبناء الخابور. تحضير لمن سيكون أركان مع برونو أوليفيرا ولكريم أجرى التغييرات، ولكن يطمح بوصول المباراة حتى النهاية بهذه النتيجة. برونو أوليفيرا كرة عالية وبعيدة كل البعد، مرت إلى خارج أرض الملعب. ولكريم أجرى تغييران، إشراك علي محمد ومصطفى عبد الله. يريد ضمان النقطة بهذا النقص العددي، خير من أن يخرج بجعبة خالية. والعودة لمحافظة السليمانية بهذه النقطة شيء ثمين حقيقة على أرض زاخو. أحمد موحان يقوم بإرسال كرته أمامية وطويلة تصل لأركان أمير. أركان يتقدم لخطوط الأمام دائما ما يشكل الاندفاع، لكن لاحظ الأحساب الحاضرة. ولكريم مدرب نادي نوروز، وأمامنا أحمد عسكر اللي كان في اللقطة الماضية حكم المباراة الرابع. هذه كرة تحضر ريكان في خط الوسط، اندفاع حاضر، التقدم للأمام عن طريق محمد، لكن هيليو مونتيرو البرازيلي يغطي كرته، وبإصرار من محمد دالاور المدافع الأيمن يتقدم لخطوط الأمام ويبعد الكرة إلى ضربة مرمى. آخر نصف ساعة لعب، دخلنا في الدقيقة 60. يا من تتابع شاشة قناة شباب سبورت HD1 في مباريات افتتاح الجولة الأولى من دورينا لهذا العام بموسم 2021-2022. مباراة متعادلة متساوية الأطراف بالنسبة
للنتيجة بهدف مقابل هدف. هنالك على الجبهة اليمنى كايك أوليفيرا يأتي بالعرضية، ولكن الإبعاد من أحمد موحان، لكن راية كانت حاضرة. صفا جاسم المساعد الثاني يشير بحالة تسلل. إصابة لحارس المرمى أحمد موحان، يسقط على أرضية الملعب. دخول لأيوب علي معالج نادي نوروز من أجل تقديم الإسعافات الأولية. بالسلامة أحمد موحان مع المدافع الآخر محمد، يسقط على أرضية الملعب. بالسلامة تلقى العلاج من أجل استكمال مجريات اللقاء، لا يريد أن يكلف تغيير اضطراري. أمامنا نعم لاعب خط الوسط بالقميص 7 الذي أصبح هو من يقود نادي نوروز، قدم مباراة حقيقة حتى الآن بأداء يذكر فيشكر في خط الوسط من خلال تحركاته وتناقله للكرة. بالسلامة ينهض محمد وينهض أحمد موحان بعد تلقيهما العلاج في أرضية الملعب. التحضير بكورتا، يحاول أيضا تخيير وقتل بعض الدقائق، لأن فريقه بهذه الصورة حتى الآن هو مطالب بالحفاظ على النتيجة وعدم الاندفاع بشكل نعم غير مرغوب به، حتى لا تنفتح المساحات في خطوط الظهر وتأتي الأهداف. هذه كرة تحضر وترسل، لكن أيضا هنالك خطأ، ويا مكثر الأخطاء في شوط المباراة الثاني. حقيقة هذه الأخطاء المتكررة والصافرات والإيقافات المستمرة تقلل من متعة وجمالية اللقاء، تبطئ من ريتم المباراة، توقفات مستمرة، احتجاجات حاضرة. هنالك ترسل على الجبهة اليمنى كايك أوليفيرا يأتي بالتحضير، لكن لوكاس سانتوس يعيد بكرته في خط الوسط. سفيان جميل، ومن سفيان تعود من هنالك مراوغة ومرور بامتياز، تأتي وتحضر لوكاس يأتي بالتحضير، هذه تعود من هنالك بداخل منطقة العمليات، لكن أحمد موحان بالتصدي والإنقاذ. لا زال نادي زاخو يحاول أكثر محاولاته على الجبهة اليمنى عبر الكاميروني فرانك سيدريك، لكن لم تأتي بالخبر السار في شوط المباراة الثاني. من هنالك كايك أوليفيرا يعيد كرته لسيدريك، لعمار عبد الحسين، ذهب من هنالك بالجهة اليمنى، يريد إضافة مزيد من الخطورة على دفاعات نوروز حتى تفتك هذه الصخرة المتكتلة الحمراء. حتى الآن ترسل أمامية من هنالك سيدريك بالمحاولة، يبحث عن مساندة، يريد بإيتاء العرضيات، تحضر ياسر قاسم يدخل بكرته، لكن الإبعاد كان حاضر والمرور. الحكم يأتي بمبدأ الاستفادة. أسو في انطلاقه مع محمد، ينطلق المدافع الأيمن من هذه الجهة، أراد تشكيل الإضافة، لكن أسو سقط أرضا وبطاقة صفراء أيضا تشهر، بطاقة صفراء تشهر وخطأ لنادي نوروز. المخالفة الحاضرة دخلنا في الدقيقة 64 شوط المباراة الثاني. أسو لا زال ساقطا على أرضية الملعب، خطأ. هل يستفيد من الكرات الثابتة؟ كل الكرات السابقة ذهبت هباء منثورا ولم تترجم لشيء بالنسبة لنادي نوروز. خطأ الذي يبعد عشرات الأمتار عن الحارس محمد شاكر الذي أنقذ مرماه من فرصة هدف حقيقية، الكرة التي كانت عرضية من محمد دالاور. القائد أحمد هاوري أنور وحواره مع أحمد محمد، يطلب أخذ المساحة. 3 لاعبين في خطوط المقدمة بالنسبة لنوروز مع
كثافة دفاعية، تأتي العرضية خطيرة ترسل، ولكن أركان أمير يبعدها، وبالمباشر إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية بالنسبة لنادي نوروز. من يقوم بمهمة التنفيذ؟ يتركها للقائد هاوري أنور، الخصيص في تنفيذ الكرات الثابتة. هاوري على الجهة القريبة على القائم الأيسر لمحمد شاكر، ينتظر وهل سيفعل المفاجأة نادي نوروز بالنقص العددي؟ يأتي بالتأخير. هذه كرة ترسل خطيرة، تلعب تبعد خارج منطقة العمليات، تعود عن طريق ريكان رازقار الذي يعيدها بدورة، ترتطم وتعود للقائد هاوري أنور، لكن يبدو هنالك راية على هاوري أنور. ضربة حرة غير مباشرة. حالة التسلل التي اكتسبت وتغيير اتجاه اللعب من مونتيرو إلى كايك أوليفيرا، ومن كايك إلى مونتيرو مجددا. تغيير على الجبهة اليسرى بتناقل الكرات في خطوط الظهر، يريدون سحب الفريق الأحمر. مرت سريعة على سيدريك، وبالتالي رمية جانبي. تماس حاضر. علي محمد يريد إرسال الكرات الطويلة، يأتي الإسناد. محمد في المقدمة، لكنها عادت للدفاعات البيضاء. توجيهات أيضا مستمرة من ولي كريم، يريد تمركز لاعبيه واللعب بحذر عالي. من هنالك الانطلاقة عن طريق برونو أوليفيرا، تعود في الوسط. سفيان جميل، من سفيان إلى لوكاس سانتوس صاحب الهدف الوحيد بالنسبة لزاخو. هذه كرة ترسل في خط الظهر، لكن بأحضان الحارس. نعم، مطالبة هنالك من الدفاعات الحمراء بحالة تسلل، لكن الحكم أشار بالاستمرار لأن الكرة كان لها أقرب حارس المرمى أحمد محان. أحمد الذي تلقت شباك هدف في شوط المباراة الأول من علامة الجزاء، سواها لم تكون في مناسبات حقيقية، على العكس محمد شاكر أبعد وتصدى كرة واهتزت شباكه من خلال كرة أسو. من هنالك الحوار البدني في صراع الأبدان، ترسل كرة ريكان، هذه خطيرة بظهر الدفاع. أسو، أوه، لا 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 لا. ماذا أضاع نوروز فرصة هدف حقيقية عن طريق صاحب الهدف أسو رستم. كاد أن يعاقب نادي زاخو ويضيف ثاني الأهداف لولا تدخل وبراعة الحارس محمد شاكر، ما يقوم بأداء رجولي حقيقي. خلص نادي زاخو من فرصة هدف ثاني. محمد شاكر بكل براعة وبمرونة عالية، بخروج موفق وسط غفلة الدفاعات، لكن بذكاء عالي خرج من مرماه وتصدى لكرة أسو رستم الذي يندم لسوء حظه لضياع فرصة هدف حقيقية لنادي نوروز. كاد أن يفعل فعلته رغم النقص العددي، لكن لا يهدأ له بال، لا زال يتقدم لخطوط الأمام، لكن محمد شاكر يتعرض لإصابة ويسقط على أرضية الملعب، يتلقى العلاج. نعم، مكرم حسن معالج نادي زاخو يدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لهذا الحارس الذي في فترة الانتقالات كانت على طاولته الكثير من العروض، لكنه فضل الاستقرار والبقاء مع نادي زاخو. سلامة لمحمد شاكر من محافظة ديالى، من محافظة البرتقال، والتي عجز نادي ديالى عن التأهل في الموسم الماضي. هنالك حوار ريكان رازقار مع حكم المباراة أحمد جمعة، وعملية الإسقاط لأمير. أمير يعيد كرته لمونتيرو، من مونتيرو لعمار الذي يعود لخط الوسط. ياسر قاسم، كرته لم تصل، عادت لمحمد.
من محمد بالوسط، تنقل من هاوري إلى من أسو رستم الذي أضاعها. هو سجل هدف التعادل، ولكن كان يمني النفس بأن يسجل ثاني الأهداف وما أجملها في ملعب زاخو وفي مباراة الافتتاح، شيء جميل. لكن من هنالك الانطلاقة عن طريق لوكاس سانتوس اليساري، يرسل كورتا لأمجد وليد ويغير اتجاه. عادت من هنالك الوصول بالكرات العرضية خطيرة، ولكن الإبعاد من أحمد موحان. لا زالت عند طريق نعم من أركان أمير، يسدد بقوة ولكنها مرت إلى خارج أرض الملعب. كرة أركان أمير تمر إلى خارج أرض الملعب. حاول تجربة الحظ والتسديد من مسافات بعيدة، لكن مرت إلى خارج أرض الملعب. بعد محاولة من أركان أمير، مدافع الأيسر في صفوف نادي زاخو المنتقل من نادي أربيل في الموسم الماضي، كان مع أبناء القلعة الصفراء، لكن الآن جاء وقدم لنادي زاخو. المدافع الأيسر تصل لعمار، من عمار إلى ياسر قاسم، من هنالك للاكوس سانتوس. لوكاس البرازيلي حضر كورته لسفيان جميل، لكنها قطعت. عادت من هنالك ياسر قاسم، هذه كرة تحضر الأمام عمار، لكن كورته تستقطع. من هنالك من مصطفى عبد الله الذي اشترك بديلا، ويرسل كورته لخطوط الأمام من أجل تفادي الأخطاء وتنظيف المساحات الخلفية. ياسر قاسم قدم مباراة رائعة بفترة قليلة، حاول وقام باستعادة لياقته البدنية وعودة كامل جاهزيته حتى وقع لنادي زاخو، والآن يلعب أساسيا في أولى مباريات دورينا. هناك تعود في وسط الملعب، تنقل بهدوء. زاخو يحاول سحب الفريق الأحمر من مناطق الدفاع، تغيير اتجاه اللعب بالكامل عن طريق السيدريك، تحضير لأركان أمير، يأتي بالعرضية، هذه تلعب من هنالك لكنها بعيدة. عادت للوكاس سانتوس البرازيلي بقدمه اليسرى، يعود لأوليفيرا، أوليفيرا لسفيان جميل، سفيان يأتي للوكاس، ينتظر ويترقب العرضية، مرور ممتاز، هذا التحضير كادت أن تقتل نادي نوروز بعد الكرة التي ارتطمت بالمدافع. إبعاد عن طريق أحمد موحان، لكنها ارتطمت بالمدافعين ومرت إلى خارج أرض الملعب. في لقطة كان ممكن أن تدخل الكرة في الشباك بهذه الكرة، لكن من حسن حظ المدافع مرت إلى خارج أرض الملعب بضربة ركنية. ياسر قاسم هل يأتي بالخبر السار في الدقيقة 73 لأبناء الخابور من أعلى مرتفعات إقليم كردستان التحضير، لكن أحمد موحان لا زال يقدم مباراة رائعة. هذا الحارس الذي قدم قبل موسمين من صلاح الدين. من هنالك المرور على الجبهة اليمنى، أوليفير يأتي بالعرضية، تحضر لعمار، ولكن هيلمت في الإبعاد. هنالك خطأ في وسط الملعب لنادي زاخو، يبدو تغيير أشار به من هنالك المساعد، وانتظار أحمد جمعة في حوار مع ياسر قاسم الذي يقف على كرته. تغيير لنادي زاخو، يشترك حميد حاجي بالقميص 19. حميد حاجي بالقميص 19. أول تغييرات المدرب عبد الوهاب بولهيل بانتظار كرة ياسر قاسم تأتي بشيء أم لا. كرة تحضر لكن الإبعاد حاضر من الدفاعات الحمراء. هاوري يعيدها لأركان أمير، بينما من هنا المدافع مونتيرو المتقدم في هذه اللقطة. أركان يعيدها لسفيان، يأتي بالعرضية، هنالك الخطر، كرة بالراس تلعب. الكرات الرأسية الحاضرة عن طريق من؟ عن طريق سفيان في اللقطة الماضية، لكنها مرت إلى خارج أرض الملعب. الكرة مرت إلى خارج أرض الملعب بعد إبعاد وتصدي وإنقاذ ولا أروع من الحارس أحمد موحان. الكرة الماضية التي كانت بضربة رأسية كادت أن تغير
مجرى اللقاء. أيضا اشترك أحمد جواد بالقميص 17 بالنسبة لنادي زاخو. محمد جواد هداف نادي زاخو في الموسم الماضي. محمد جواد اشترك بديلا، ربما أخذ ويبدو لي أخذ مكان عمار عبد الحسين. هل يأتي بالحل؟ هل هنالك حلول بجعبة محمد جواد لكي يغير حال النتيجة؟ حد الآن حتى في ظل النقص العددي لنادي نوروز طيلة الشوط الثاني لم يستغل هذا النقص العددي نادي زاخو ويأتي بالتقدم، لكن على العكس نادي نوروز هو من بادر بالتسجيل في شوط المباراة الثاني. بالسلامة لأحمد موحان. يتلقى العلاج طريق معالج نادي نوروز أيوب علي. وأحمد موحان الذي بدأ مشواره الكروي من الفئات العمرية لنادي الزوراء. كرة أمامية أرسلت، تحضير بالراس، الاستقطاب للكرات الهوائية. ياسر قاسم يرسل بكرة أمامية لمحمد جواد بأول وثاني كراته. لوكاس سانتوس مرور، تحضير، هذه كرة خطيرة، المرور، كرة جول. الكرات التي بدأت تأتي وتطل كالمطر على أحمد موحان بعد عمل فردي ومراوغة مميزة عن طريق لوكاس سانتوس، لكن بالسلامة لأحمد موحان المنقذ في هذه اللحظات لنادي نوروز من أهداف حقيقة محققة. قبل قليل كرة رأسية، الآن مرور ومراوغة وتدخل من لوكاس سانتوس صاحب القدم اليسرى، مهاري جدا، استخلص وتجاوز المدافعين حيث سبب القلق والصداع بالنسبة لأحمد موحان. من يأتي يا أحمد موحان بالبنادول حتى يذهب ذلك الصداع من الرأس الذي أصبح يشكل عليك بالخصوص لاعبي نادي زاخو بالكرات والمحاولات المستمرة. أيوب علي بشكل مستمر بأكثر من مرة نشاهده يدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية. السلامة لأحمد موحان. آخر 12 دقيقة متبقية على الوقت الأصلي والحقيقي. هل يستمر ويصمد نادي نوروز أم أن أصحاب الأرض لهم كلام آخر؟ أو ربما لما لا يأتي نوروز بهدف آخر. ياسر قاسم لاعب خط الوسط يأتي بالعرضية، كرة ترسل على القائم الثاني. مونتيرو القميص 4 يعيد كرته ما بينه وبين أركان أمير الذي يأتي بالعرضية لكنها خجولة لم تجدي بثمر ولم تأتي بحال. هناك تدخل والحكم يأتي بالاستمرار. عادت للدفاعات البيضاء. مايك أوليفيرا يسدد من مسافة بعيدة من وسط الملعب لكنها مرت بعيدة كل البعد، لم تأتي بأي أخبار جديدة عاجلة بالنسبة للنتيجة، بل مرت إلى خارج أرض الملعب. سلامة أوليفيرا ساقط على أرضية الملعب. طبعا هناك أوليفيرا في تشكيلة نادي زاخو، كايك أوليفيرا بالقميص 29 وبرونو أوليفيرا بالقميص 22، الاثنين بالجنسية البرازيلية يلعبون في نادي زاخو. أحمد موحان يقترب من آخر 10 دقائق ويطمح كل الطموح بأن يخرج بهذه النتيجة من مباراة الليلة. نقطة ثمينة من ملعب نادي زاخو، لكن أصحاب الأرض أنا أشاهد بعد التغييرات بعد اشتراك حميد حاجي ومحمد جواد، هذه كرة من هنالك عن طريق محمد يمر أمام المدافعين، من هنالك التحضير، كرة جول، خطرة جول، لا تصدق، ضياع هكذا فرصة مهيئة على طبق من ذهب. هذه الكرات التي ربما يندم عليها في الدقائق الأخيرة نادي نوروز. مدافع الأيمن
الذي أصبح يلعب كجناح. محمد داولار تقدم ولعب كرة على طبق من ذهب لريكان رازقار بالقميص 14، لكن ريكان لم يكون فنان في الكرة الماضية حقيقة، وبالتالي ماذا أشاهد؟ يبدو قبل قليل اشترك مصطفى عبد الله بالقميص 30 بالنسبة لنادي نوروز. الآن يترك المباراة لعباس علي. تغيير حتى متفاجئ وغير راضي. نعم، مصطفى عبد الله بالقميص 30 في الدقائق الماضية اشترك. الآن خيارات المدرب وهو حقيقة غير راضي ومتفاجئ. اشترك من؟ عباس علي القادم من القوة الجوية إلى نادي نوروز. عباس علي مع تفاجؤ مصطفى عبد الله، لكن يبقى الخيار والقرار للمدرب ولي كريم، هو أعلم وأدرى بخياره وقراراته. كرة الأمامية ترسل من هنالك، التحضير في منطقة العمليات هذه خاطئة، لكن ماذا يشير حكم مباراة؟ أحمد محمد يكتسب خطأ بالقميص 25 على خط منطقة العمليات بالنسبة لدفاعات نادي نوروز. زاخو أكثر حيوية في الربع ساعة الأخير. زاخو أخطر وأخطر في الربع ساعة الأخير، لكن نادي نوروز يلعب بسلاح المرتدات، ومن خلال هذه الكرات المرتدة تحصل على مواجهتين حقيقيتين أمام محمد شاكر لم تستغل. واحدة كانت عن طريق السورستم، والأخرى كانت قبل قليل عن طريق ريكان. هذه خطيرة تصل نعم لفرانك سيدريك، يأتي بالعرضية لكن إبعاد حاضر عن طريق المدافعين. وماذا يشير حكم المباراة؟ يبدو ضربة حرة غير مباشرة. يبدو لفرانك سيدريك كان في وضع التسلل، وبالتالي جاء الخطأ. الحارسان أحمد موحان مع محمد شاكر قدموا في الشوط الثاني حقيقة أدوار حقيقية، وأنقذوا مرماهم من كرات سانحة للتسجيل. الربع ساعة الأخير لشوط المباراة أفضل بكثير من شوط المباراة بأكمل الأول، لكن ربما في شوط المباراة الثاني في الدقائق القادمة نشاهد هدف هنا أو هناك، لأن الفريقان أصبح يندفعا بشكل مستمر، وأصبحت المباراة في نسق تصاعدي تدريجيا، وريتم المباراة بدأ يرتفع شيئا فشيء، حيث نشاهد فرص لم نشاهدها في الدقائق الماضية. توجيهات ولي كريم من سجل في مرمى إسبانيا للشباب ومرمى أمريكا، صنع الإنجاز لنوروز وتأهل معهم للمرة الأولى في التاريخ. وهذا المدافع نعم بالقميص 2 لعب في شوط المباراة الأول. محمد دالاور لعب كمدافع أيمن، في الشوط الثاني يلعب كظهير أيمن. حقيقة قدم دور المدافع ودور المهاجم. هذا اللاعب الذي يسمى بالجوكر، أينما احتاجه المدرب يجد في المكان المناسب ويقوم بالأدوار ولا يقل شأنا عن الدور الآخر. ياسر في الحضور يعود بكرته. محمد جواد تنقل لأركان، لكن الإبعاد حاضر عن طريق علي محمد البديل الذي اشترك في بداية الشوط الثاني. تعود لهيليو مونتيرو من هنالك لأوليفيرا. أوليفيرا للوكاس سانتوس، يشكل خطر كبير على الدفاعات الحمراء. سانتوس يريد المراوغة، يبحث عن مساحة. ياسر في التحضير، عادت من هنالك البرازيل، يأتي بالعرضية ولكن سهلة بأحضان أحمد موحان. سهلة بأحضان أحمد موحان. حتى الآن يحافظ على سلامة شباكة في شوط المباراة الثاني، لكن في الشوط الأول اهتزت شباكة من علامة جزاء عبر لوكاس سانتوس. أمامية أركان أمير القادم من القلعة الصفراء، تعود عن طريق كايك أو هذا فرانك سيدريك، من فرانك إلى أوليفيرا البرازيلي. أمامية والتحضير من ياسر قاسم، يأتي بالعرضية، تقلب الطاولة على الجهة القريبة، يسدد. هذه كرة ترسل بقوة لكن بالمدافع ترتطم.
مدافع البديل علي محمد، ومرت إلى ضربة ركنية. آخر 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي والحقيقي. الآن بدأ الحذر، بدأ التركيز العالي، بدأ التفكير والقلق بالنسبة لدفاعات نوروز، لأن آخر دقائق الشوط الثاني. تحضير للضربة الركنية. أوليفيرا البرازيلي يريد إسناد زملائه، يأتي بعرضية على القائم الثاني، هنالك بالرأس تحضر كرة جول. جول فرانك سيدريك الكاميروني أخيرا يخطف هدف التقدم ويرشح كفة نادي زاخو. فرانك سيدريك يأتي بكرته بعد أن سقطت أمام من لا يكذب خبر. نعم، بكرة كانت راسية عن طريق محمد جواد، أبعدها أحمد محال، لكن سقطت أمام من لا يرحم ولا يكذب خبر، لا يعيد الهدايا، يستقبل أي هدية تأتي. سجل ورشح كفة زملاء. فرانك سيدريك يتلقى التحية من دكة الاحتياط ومن مدربه. فرانك سيدريك لاعب الكاميرون الذي جاء من الدوري التونسي ب26 سنة. في الدقائق الأخيرة قبل أن تلعب الركنية قلت وتحدثت، الخطر والحذر والترقب والقلق بدأ أن يظهر على الدفاعات الحمراء مع ظل الكرات المستمرة بالنسبة للاعبين نادي زاخو. بدأت تلعب بشكل مكثف مع التغييرات، مع اشتراك محمد جواد وحميد حاجي. نادي زاخو أفضل بكثير ما كان عليه في الدقائق السابقة. ولي كريم كان يمنى نفس بأن ينهي المباراة بنقطة، ينهي المباراة ويعود للسليمانية بنقطة. هناك بطاقة صفراء على من؟ بطاقة صفراء على أحد أعضاء نادي الزاخو، والحوار مستمر. عبد الوهاب بولهيل يطلب تهدئة الأوضاع مع حكم مباراة أحمد جمعة، يشير ويشهر بالبطاقة الصفراء. آخر 3 دقائق متبقية على الوقت الأصلي والحقيقي. هذا التوقف لا يسير بمصلحة نادي نوروز لأنه متأخر بهدفين مقابل هدف. هل بطاقة حمراء؟ لا أريد أن أشاهد هكذا لقطات. بطاقة حمراء في المباراة الثانية مع توتر الأعصاب لأحد الكادر الإداري بالنسبة والجهاز الفني لنادي الزاخو مع اشتداد الأعصاب وتوتر. لكن السيد عبد الوهاب بولهيل يريد استغلال هذا التوقف وإيتاء بمحاضرة مسخرة، يطلب استمرار هذا التقدم والتركيز العالي في خط الظهر حتى يخرج ب3 نقاط. يستأنف اللعب وتعود الأمور طبيعية بعد حالة الطرد. هي ثاني بطاقة حمراء تشهر تفتتح من خلالها الليلة منافسات أو اليوم منافسات الجولة الأولى في هذه المباراة بالتحديد. بطاقتين حمراء تصل لنادي نوروز، يبحث جاهدا عن العودة، لكن محمد جواد البديل وهداف النادي في الموسم السابق. هنالك الانطلاقة، هذه كرة تمر، لكن برافو أحمد محان بخروج موفق ينقذ مرمى من ثالث الأهداف بعد كرة كاد أن يقتنصها المهاجم البديل محمد جواد. عادت لركان رازقيان والذي الآن أكيد هو في غاية الندم حيث ضيع فرصة لا تضاع في الدقائق الماضية التي كانت بمواجهة حقيقية أمام من؟ أمام محمد شاكر وجها لوجه. لكن تفوق اليوم محمد شاكر له الفضل الكبير أيضا بهذه ال3 نقاط. من هنالك ترسل أمامية لخطوط الأمام على الجبهة اليسرى في التحضير. الانطلاق لمحمد جواد يريد المرور من قبضة المدافعين، لكن 3-1 الكثرة غلبت الشجاعة، وحكم المباراة أشار بخطأ لمحمد جواد لنادي زاخو. الوقت الأصلي والحقيقي
أوشك على النهاية، آخر 30 ثانية، نصف دقيقة متبقية. كم سيكون الوقت المستضاف؟ كم سيكون الوقت بدل المنظار؟ أمامنا اللوحة التي سيشير من خلالها حكم مباراة الرابع محمد عسكر، بينما خطأ لنادي زاخو. تلعب الكرة من المباشر، هنالك لوكاس بالتحضير يبحث عن محمد، لكن التغطية حاضرة. محمد دالاور يمر بكرته لكن طالت عليه ومرت إلى خارج أرض الملعب. خطأ، نعم احتسب قبل ذلك خطأ قبل أن تخرج الكرة لعلي محمد، ومن علي ترسل أمامية بالمباشر. من هنالك باحثين عن فرصة، باحثين عن بصيص من الأمل يعيد لهم النقطة التي راحت من قبضة أيدي نوروز في آخر 5 دقائق. عرف كابتن عبد الوهاب والهيل قراءة الموقف، أجرى تغييران أثمر بشيء وقلب الموازين وعاد لتقدمه مجددا. محمد دلاور لم يأتي بكرته بل قطعت من أمامه إلى رمية جانبية. آخر الدقائق المتبقية، ندخل في الدقيقة الأولى وهي توشك على النهاية، لكن محمد يأتي بالتحضير عن طريق ريكان لمحمد مرة أخرى، تأتي بالتحضير لكن تحذير خاطئ حقيقة، قصير المدى، ارتطمت بأحد المدافعين، مرت إلى ضربة ركنية لأبناء نوروز. أبناء المدرب ولي كريم يفتتح الموسم بهزيمة، بينما عبد الوهاب والهيل يفتتح الموسم ب3 نقاط. الكرة عن طريق الجهة القريبة ترسل لكن عالية، هنالك العودة في التحضير عن طريق أحمد، يريد الإرسال يسدد بقوة، لكن التحضير دائما والقطع المستمر عن طريق الدفاعات البيضاء. كرة أمامية طويلة، البحث عن سيدريك يمر بنجاح، لكن كرته كانت قصيرة لم تصل إلى محمد جواد حقيقة الذي شكل إضافة وخطرة. مرمى أحمد محام برأسيتين، الأولى أبعدت والأخرى استكملت من سيدريك وأصبحت في الشباك، وأتت بالفرحة لكل عشاق نادي زاخو الذي يتابعون في هذه الأثناء عبر شاشة قناة شباب سبورت، الناقل الحصري لمجريات دورينا لموسم 21-22. بدأ دفاع زاخو يلعب بهدوء، يحاول استخلاص هذه الدقائق، وسيدريك يريد المرور. هذا الكاميرون المتعطش الذي يملك القوة الجسمانية ويملك السرعة، لكن أمامه لاعبان قاموا بالتغطية والقطع على الكرة. 3 دقائق، لا زال نوروز مكتوف الأيادي، لم ينطق بكلمته الأخيرة. تعود بيضاء لمحمد الذي بدوره يرسلها أمامية لمحمد جواد المهاجم الذي اشترك بديلا، تصل من هنالك على الجهة اليمنى لحميد حاج الذي وصلها بدوره لسدريك، عادت لحميد. حميد حاج يعود لأركان أمير، يريدون قتل هذه الدقائق المتبقية حتى سماع الصافرة بتناقل الكرات بذكاء. نادي زاخو يسيطر على اللحظات الأخيرة، مرة يمينا مرة شمالا، مرة بالوسط مرة بالدفاع، من أجل قتل الدقائق المتبقية وصولا واستماعا للصافرة حتى يضمن ال3 نقاط. تناقل الكرات والسلسلة تناقلات واضحة، يا سلام لو أكملت هذه من أجمل الأهداف قد تكون، نعم، لأن الكرة أتت بالتسلسل من الدفاع وصولا بالوسط ثم لخطوط المقدمة، لكن أحمد موحان كان في القطع. العودة للسرسم، سجل ولكنه لم يكمل فرحته، أضاع فرصة من الصعب تعويضها. هناك لمسة يد، خطأ الكادر الفني لنادي زاخو. يبدو هناك تغيير، من سيستعد للدخول بالنسبة لنادي زاخو؟ سين إبراهيم بالقميص 7 يستعد للدخول. تغول هو الغاية منا قتل بعض الوقت، لم يكون هناك إضافة، ولكن قبل أن يشترك جاءت صافرة أحمد جمعة معلنا نهاية اللقاء بانتصار نادي زاخو ب2 مقابل هدف لنيروز. تقبلوا تحياتي في نوروز، تقبلوا تحياتي في الختام. أنا محدثكم علاء الزهيري، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.